زي ما اتفقنا، خليك مع عبد الحميد هيرجع لك القديم جديد. ومع عبد الحميد مفيش مستحيل واي حاجه لها تعديل. طبعا النهارده زي ما انتم شايفين ده قصه التابلوه الضارب، الارباج الضارب. طبعا بعض من الناس، احنا عاملين الفيديو ده مخصوص ومكلف جدا، بس بعض من الناس بتتكلم عن فكره الارباج بيضرب تاني ولا لا. تمام. طريقة اللحام وطريقة التثبيت والكلام ده كله بيطلع مظبوط، او الشغل بيجي زي الفل، كل حاجة بترجع على وضعها الاساسي. بترجع على وضعها الاساسي. تعالوا نشوف. احنا النهاردة بنصلح في الارباج زي ما انتم شايفين اهو، وهنلحم الارباج وكل حاجة، بنفك كل حاجة من مكانها وزي الفل. طبعا احنا بنفك كل حاجة علشان نبتدي نلحم صح. اللحام الصح ده بقى محتاج ايه؟ الطريقة اللي انتم شايفينها دلوقتي. احنا بنرجع الارباك كمكان اهو، نجيب عشان الفراغ اللي جوه نلحم من جوه من الداخل، نخش جوه نلحم. يلا بينا، كل حاجه بقت زي الفل. التابلو ده انا عامله تيست لفكره اللحام، او ازاي التابلو بعد ما يتعمل هيضرب ولا لا. دي عايزين نشوفها، ونشوفها ببيان عمل اتكلمنا عنها كتير، وقلنا يا جماعه احنا لما بنصلح التابلو بيضرب تاني. والكلام ده انا بضيفه لكل اخواتي وكل الصناعيه في كل مكان، لكله يستفيد ويعرفوا ازاي يتعاملوا بالشغل. طبعا بعض من الناس بتلحم لك التابلو وانت مش عارف هيضرب او ما يضربش. انا كنت اتكلمت في فكره لحام التابلو قبل كده، وطريقه لحام التابلو. في الاخر احنا بنبقى معتمدين على الجلده اللي فوق اللي انتم شايفينها دي، اللي هي طريقه اللحام. انا طبعا اعتبروا ان انا لحمت وكله زي الفل. طبعا مش هيكون في اي دفو ولا في اي مشكله، وانا ركبت الجلد اهو لحمته زي الفل. هنبتدي نلحم من جوه كمان لسه. عايزين بقى بعد ما بنلحم من جوه وبنمعجن والكلام ده، هل التابلو لو الارباك ضرب بيضرب؟ وازاي ما يصيبش صاحب العربيه او السائق يعني، او اللي جنب السائق كما كان على اي وضع في الارباجات يعني. ازاي ما يصيبوش وازاي ما يكونش. قلت قبل كده ما تحطش كميه معجون، انت يا دوبك تقفل المثانه بس، اللي هي الحاجات اللي اتفتحت البسيطه دي، وتعمل الحبايه بتاعتك زي ما بنجهز الطبالين وزي ما عرضت لكم قبل كده. ولكن النهارده انا حبيت اوريكم تيست وبيان عمل عن التابلو لما بيتعمل هل بيضرب ولا لا. عشان والنبي انا تعبت من كتر الناس اللي بتقعد تجادل بدون علم، وما بيضربش او هيضرب، او ده اتعمل ده على كده باظ. مفيش حاجه اسمها كده. انا عايز محدش يفتي خالص، علشان الفتي ده بدون علم ده غلط. في اي مجال وفي اي حته ما ينفعش تتكلم عن شغل انت مش فاهم فيه. ولو حبيت تعمل نفسك فاهم، فلازم تعرف ان احنا هنا بنرجع القديم جديد. انا ما بصلحش، انا برجع القديم جديد. وطريقه اللحام يا جماعه بالماده دي، وبتكون بطريقه معينه عشان ما تطرش في وشك. ده لازم، ما ينفعش كميه المعجون بره تكون كبيره، وما يكونش معجون الا فايبر مرن. وده موجود عند البوهياجي. انا بكلم الناس بحيث الناس تكون عندها خلفيه. هنا ده اسمه تبنيط، وتبنيط محترم، بحيث ان التابلو برده ما يشققش تاني ولا يفلق ولا اي حاجه. والشروخات اللي انتم شايفينها بنقفلها. وطبعا ده لكل اخواتي وكل حبايبي في كل مكان. هنا احنا قفلنا الارباج، هنبتدي نقفل مسامير علشان نرجع كل حاجه كما كانت. الشاسيه الحديد اهو يا جماعه، وكل حاجه على وضعها. هل بقى الارباك ده بعد ما بنعمله كده بيضرب تاني؟ ده المهم، وده اللي كل الناس مستنياه. فحبيت اشوف واقول لكم تعالوا نشوف هيضرب تاني ولا لا. دي مهمه جدا. كل مره بصلح لكم الطبالين وبشرح لكم انه بيضرب تاني يا جماعه وبيرجع على وضعه. ده الارباك الجديد اهو عشان تبقوا عارفين. ودي بي ام، مش اي حاجه، مش لعبه يعني. وده ارباك في البي ام اسمه تو ستيج، ودي عربيه اي 90. دي عربيه اي 90، وده في البي ام اسمه تو ستيج. تو ستيج ده بالمفروض بيضرب دبل ارباج، يعني بيضرب ضربه قويه جدا عشان الارباج يطلع بطريقه منفوخه اكتر واسرع، علشان ما يضرش السائق او اللي جنب السائق. تمام. كلمه تو ستيج عشان مش يضرب مرتين. تو ستيج ده بيضرب مره واحده بس دبل، بدل ما يضرب هوا واحد بس بيضرب الهوا مرتين. هنا احنا المفروض ان احنا لحمنا التابلو وركبنا الارباج وكل حاجه زي الفل، والتابلو على وضعه زي الفل. تعالوا نشوف بقى. هنا احنا هنربط التابلو جامد جدا، طبعا بحزام امان عشان ما يطرش، عشان التيست اللي هيتعمل هيبقى قوي جدا. خليك معايا للنهايه وشوف احنا عملنا ازاي التيست بالحكايه، عشان اقول لكم ان احنا ما بنعملش كلام اونطه، وكلامنا كلام مش فاضي. ده الجنش اللي في الارض بتاع الباب الجرار اللي هو باب المحل يعني. تمام. وبنربطه بطريقه قويه جدا عشان خلينا. هنا احنا معجننا وقفلنا الشرخ، واعتبرنا ان احنا خلصنا التابلو. طبعا هو مش بالفينش بتاعي، بس متفنش، بس مش الفينش النهائي اللي هو الحبايه والكلام ده كله. حبيت اعمل لكم تيست. احنا هنا بقى بنقطع سلوك الارباج الجديد وبنوصلها عشان نعمل لكم تيست. خليك معايا للاخر واتفرج على التيست، وقول لي عند التيست انا نفذت
ولا كلام فاضي؟ تعالوا نشوف انا نفذت الشغل ازاي وعملت لك بيان العمل ازاي. طبعا احنا صنفرنا البوهية ورشينا، يعني احنا عملنا صنفرنا المعجون ورشينا مؤقت كده اللي هو تيست، ولكن كل حاجه اتعملت فينش صح وزي الفل اهو زي ما انتم شايفين. هو ده اللي بنعمله في الطبالين. طبعا انا عامل هنا بمعجون ستوك عشان التيست، لكن هو المفروض معجون فايبر مرن. حبيت بس اوريكم ان احنا بنشتغل شغل باتقان، وعشان ايه ندي للناس فكره في كل مكان. ده طابلو بي ام. ويا جماعه اللعبه في الطبالين ده مش لعبه، مفيش حاجه في العربيه اسمها لعبه. هنا بقى احنا هنعمل التيست زي ما انتم شايفين، مثبتين طبعا الطابلو على قاعده وهنعمل التيست اهو زي ما انتم شايفين. بصوا معايا ازاي هنكمل الحكايه. ده الارباك بقى اذا كان بيضرب او ما بيضربش. تعالوا نشوف مع بعض. اعتبروا ان هو راكب في العربيه واحنا لحمنا وكله 100 100 ومعجننا وزي الفل. نشوف هيضرب ولا لا. يلا بينا يا جماعه ونشوف الارباك هيضرب ولا لا. وزي ما انتم شايفين ادي الارباك يا جماعه طلع على وضعه تاني. تمام، الارباك هنا طلع على وضعه، وده تيست ودليل ان الارباك ضرب. كل حاجه رجعت كما كانت ومفيش اي مشكله في الارباك. زي ما انتم شايفين يا جماعه ما بنلعبش، احنا بنعمل الشغل 10/10. هنا الارباك لما ضرب فتح مكان فتحته وطلع على وضعه وزي الفل زي ما انتم شايفين. استنونا طبعا في فيديو جديد وفكره جديده وحل مشكله جديده، والى اللقاء.